يلا بسرعة نتشجع مع بعض ونقوم نشتريها ونجيبها. هي الأيام دي رخيصة، يعتبر أرخص حاجة في السوق. الكيلو منها ب5 جنيه، وموجودة دلوقتي في الأسواق، وديت أيام التخزين بتاعتها. يلا بسرعة، يلا نكمل مع بعض كده تخزينات رمضان وتخزينات اللي هي الشتوية، لأن فعلا البطاطس دي بتبقى غالية جدا في الصيف، بيبقى الكيلو بيوصل فيها 15 جنيه. وكمان ما بتبقاش حلوة أبدا في التخزين، أو في أقصد مش التخزين، ما تبقاش حلوة في التحمير نهائي. يعني نادر كده لو انت اشتريتي بطاطس في يوم ولقيتها حلوة في التحمير، وكمان بتبقى غالية جدا. يعني دلوقتي ممكن نشتري مثلا 3 كيلو 5 كيلو تكفينا الأسبوع مثلا أو كده. لا، في الشتاء، في الصيف اقصد، معلش. في الصيف بتلاقي يعني بتشتري كيلو بالعافية، لان الكيلو بيوصل 15 جنيه فيها. فبجد فرصة قبل ما تغلى البطاطس. انا كنت جايبة حوالي 10 كيلو بطاطس عامة يعني. قشرت حوالي 7 كيلو بطاطس، مش شرط ان انت تجيبي 10 ومش شرط ان انت تجيبي 7. القشر ده كمان هنحتاجه، يعني انا هقول لكم هنعمل بقى دلوقتي، احنا مش هنرميه في الزبالة. يعني كمان حتى القشر بتاعها مش هيترمي في الزبالة. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. طبعا انا مسكت البطاطس بعد ما قشرتها، غسلتها واحده واحده، وجبت كمان بوله كده فيها ميه، علشان اللي هقطعه احطه فيها علشان البطاطس ما تسمرش. ببدا ان انا اقطعها كده ترانشات زي ما انت عايزه. انا مش كنت هقطعها مش كنت اجيب البلانشه يعني اقطع عليها. بس لقيت الموضوع هيبقى ايه صعب وكده، فانت براحتك بقى، كل واحده زي ما هي متعوده. عايزه تقطعي كده على ايدك واحده واحده، وخلي بالك من السكينه. مفيش مشكله تجيب البلانشه كده. لقيت بصراحه البلانشه اسهل بكتير ما اقطع على ايديا. هبدا ان انا اقطعها بقى على البلانشه. بصراحه ما خدتش معايا اي وقت. انا ما عملتش ال10 كيلو كلهم، علشان انا كنت محتاجه شويه بطاطس برضو للبيت وكده. فالبطاطس اللي انا عاملها دلوقتي هخزنها. البطاطس ديت بتشتريها من بره، الكيس غالي جدا. يعني احنا بنضطر في الصيف، علشان البطاطس ما بتبقاش حلوه خالص، ما بتبقاش تحمير. بنضطر ان احنا نشتري منها مثلا كيس نص كيلو ولا حاجه. بيعمل مبلغ وقدره، بيبقى غالي قوي. فعلى ايه بقى ديت ايامها، يلا نجيبها ونخزنها كده ونتشجع مع بعض. طب انت هتعملي ايه؟ قبل ما اقول لكم انا هعمل ايه، يا ريت بعد اذنكم اللي يستفاد من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا اشعار بكل فيديوهاتي. انا هعمل البطاطس البوم فريد. البطاطس البوم فريد دي بنشتريها من السوبر ماركت، غالية جدا، وكمان مش صحية. الله اعلم بقى مواد حافظة ولا حاطين عليها ايه. لا، احنا هنعمل بتكات بسيطة جدا هنخزنها في البيت بمنتهى السهولة. هقول لكم دلوقتي هنعمل فيها ايه. انا خلصت كل الكميه اللي كانت معايا هيت. ما شاء الله دي بقى تكفيك ان شاء الله رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكمان طول السنه ان شاء الله تاكلوا منها. طبعا انتوا عارفين بقى يعني كبير وصغير، والبطاطس دون طبق بيبقى احيانا بيبقى رئيسي على السفره. سواء في الفطار بقى، سواء في العشاء، سواء في المقبلات. فطبعا كده كده هنقول لا، مش هنستغنى عنه طبعا. فبسرعه يلا قبل ما البطاطس تغلى، يا ريت الا تجيبي 2 كيلو، تجيبي 3 كيلو، تجيبي 10، على قد ما انتي تجيبي. انا قطعت البطاطسية كده نصين، وقطعت كل نص كده على 2 كده تخان كده. دول انا بحب اعملهم جدا، اسلقهم واعملهم جنب المكرونة اصلا. بتبقى جميلة جدا البطاطس اللي هي التخينة قوي ديت. ما تسلقيها مثلا كده وتحمريها وتعمليها جنب طبق مكرونة، بجد بتبقى تحفة جدا. هقول لكم برضو احنا هنعملها ازاي. يعني هي لها طريقة لوحدها علشان نخزنها كده مع بعض. برضو انت عايزه تعمليها مكعبات براحتك تخزنيها برضو. بس انا شايفه لا، ما نخزنش بطاطس الطبيخ، لان كده كده اصلا البطاطس اللي بتبقى موجوده في السوق بتبقى بتاعه الطبيخ اكتر من بتاعه التحمير بعد كده يعني. تمام. في ناس بقى بتحب تقطعها كده الواحده نصين كده بالطول كده، وفي ناس بتحب تقطعها كده الواحده كده بطولها كده. تمام. فزي ما تحبي يعني، المهم البطاطس تبقى تخينه كده ومحمله كده، بتبقى جنب المكرونه ملهاش حل. جبت بقى شوية زيت كده في الطاسة على النار، طاسة واسعة كده. وهبدأ أحط البطاطس. لازم البطاطساية تبقى جنب أختها، ما ينفعش يعني نملى الطاسة على الآخر. وما تخافوش، أنا عارفة إن الزيت غالي، بس والله هي مش هتاخد زيت كتير، لأن هي دي بطاطس تحمير. هنعمل الكمية دي كلها ما شاء الله، هيفيض كمان زيت كتير جدا هنستخدمه بقى تاني بعد كده. إن احنا نقلي بقى بطاطس، تقلي بانيه، تقلي حاجة، هيفيض زيت كتير على فكرة. انا دلوقتي بوريكم ان البطاطسايه جنب اختها ما يبقاش ما تلزقش في بعض. تمام. انا ما بحمرهاش تحمير كامل، انا بحمرها يعني نص تحمير كده بالظبط، او نص سوا زي ما بيقولوا. كمان حاطه مصفى جنبي على البوتاجاز علشان وتحت المصفى حاطه صينيه كده علشان اي زيت ولا حاجه. اولا ان البطاطس تتهوى كده زي ما انتم شايفين كده وتبرد. ثانيا اي نقطه زيت ولا اي حاجه هتنزل من المصفى للصينيه اللي تحت، فان انا هستخدمها تاني. تمام.
طبعا اول ما انا بحطها على في نار يعني تكون عاليه، والزيت يكون سخن جدا. دي في الاول طبعا الزيت بيبقى سخن جدا، وبسيب برضو الزيت عالي يعني النار عاليه، مفيش اي مشكله على الزيت. واقف جنبها على فكره كل الكميه دي كلها علشان كله بياخد نص سوا. ما بتاخدش مني اي وقت خالص. يعني تكوني في المطبخ بتعملي بتجهزي اي حاجه تانية ودي جنبك ما بتاخدش اي وقت. بجيب بقى مناديل مطبخ، بجيب فوطه، بجيب اي حاجه، بس يعني ايه يستحسن مناديل مطبخ كده. وهبدا ان انا على الرخامه كده افردها او على صينيه عشاء او اي حاجه. وهبدا ان انا البطاطس دي بعد ما تبرد كده هبدا ارصها واحده جنب اختها كده، يعني مش ما تكونش فوق بعضها. ليه بقى؟ علشان كل الزيت اللي فيها ينزل على المناديل دي كمان. ابدا ان انا كمان اجيب منديل تاني وامسحها بالراحه خالص من فوق كده، بحيث ان انا ما يبقاش فيها اي نقطه زيت. انا مش عايزه فيها اي سوائل نهائي. انا عايزه البطاطس دي لما اخزنها تبقى ناشفه كده، ما فيهاش اي نقطه زيت خالص، وتبقى بارده جدا. وانا كمان بفردها علشان تبرد تماما. والراحه وانتي بتشيلي الزيت كده من عليها بالراحه كده علشان خاطر ما تتكسرش وما تتهريش معاكي. يا ريت يا حبايب قلبي اللي منسيش يحط اللايك، يحط اللايك بعد اذنكم، لان اللايك ده اللي بيرفع الفيديوهات وبخلي الكل يستفاد من الفيديو. ربنا العالم الفيديوهات بتبقى قد ايه متعبه وبتاخد وقت كبير جدا، واحنا بنحاول في المونتاج على قد ما نقدر نقصر في الفيديوهات. فعشان كمان كله يستفاد وانت تستفادي واحنا نستفاد، فيا ريت ما تنسيش اللايك. كمان جبت حله حطيت فيها شويه كده، نص معلقه من الملح، وحطيت حوالي معلقه كده من الزيت. والميه غليت كده هبدا انزل البطاطس اللي انا قلت لكم انا بحبها قوي جنب المكرونه، اللي هي البطاطس اللي بتبقى محمله حبتين دي. هسلقها برضو حوالي نص سلقه مش اكتر من كده، وهطلعها مش هتاخد برضو اي حاجه، يا دوب غلوتين كده. واروح جايه مطلعاها من الميه، هطلعها على صينيه ولا اي حاجه كده برضو عشان ما يبقاش فيها اي ميه خالص. وهبدأ برضو ان انا هعمل فيها زي ما عملت في البطاطس البومفريت، ان انا هديها برضو صدمة على البوتاجاز، مش هحمرها، هديها صدمة. بصوا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا خلصت كل الكمية هي. حطيت ورق زبدة طبعا وفردتها كده علشان انا هحطها في الفريزر تتجمد خالص عشان اعرف احطها في اكياس التخزين. ما عندكيش ورق زبدة ممكن تحطي ورق فويل، او تحطي بلاستيك اللي هو كيس التخزين علشان خاطر ما تلزقش ببعضها. انا بوريكم اهوت انا حمرتها برضو، ما حمرتهاش يعني نص تحميره بس مش اكتر من كده، زي البطاطس الصوابع دي بالظبط، مش اكتر من كده. زي ما قلت لكم اكياس تخزين اي حاجه فوق بعضها كده علشان البطاطس ما تلزقش في بعض، والبطاطس كده تبقى جنب بعض برضو. واحطها في الفريزر لمده ليله. بس انا بصراحه ما استنيتش عليها ليله يعني، انا سبتها حوالي 7 ساعات كده ولا حاجه. جيت في الاخر خالص غطيتها في كيس تخزين كبير او كيس بلاستيك كبير علشان ما تاخدش من ريحه الفريزر برضو وما تتلجش من فوق. هسيبها برضو زي ما قلت لكم كده، المفروض تسيبيها ليله عشان اللي فوق هيبقى متماسك كده ومتلج زي ما انتم شايفين، اللي تحت هتلاقوه طري شويه. بس بصراحه ما اثرش معايا في اي حاجه. جبت صينيه كده وبدات ان انا افضي عليها البطاطس، كميه البطاطس كلها عشان ابدا احطها في اكياس تخزين. وبرضه هوريها لكم دلوقتي بعد ما تلجت كده حمرت طبق برضه علشان برضه اثبت لكم واثبت لنفسي ان هي زي بطاطس البوم فريت ولا لا. طب هل الموضوع ده ناجح ولا لا؟ ما هو برضو كميه بطاطس برضو كبيره ما شاء الله بنخزنها وكده، فلازم برضو اطمنكم واطمن نفسي. بجد انا عايزه اقول لكم طلعت روعه. هوريكم دلوقتي الطبق اللي انا حمرته. دي الاول كل الكميه اهيت هنبدا اخزنها مع بعض بقى في اكياس تخزين. انا ما انصحش بصراحه ان انتوا تخزنوا حاجه في الاطباق الفل بصراحه يا جماعه. لما تحط في الفريزر على بعضها وفتره بتيجي تشيلي بتلاقي الكيس اتكسرت منك واتهرت منك والحاجه اللي فيها وقعت منك في الفريزر. فبجد نصيحه يعني بلاش الكياس الفل خالص. احسن حاجه للتخزين بجد اللي هي الكياس بتاعه التخزين ديت اللي هي بتاعه السندوتشات دي احسن وافضل حاجه بجد. بجيب برضو الواحده جنب اختها كده، هي كده كده اصلا مش هتمسك في بعض لانها يعتبر متلجه. دي البطاطس اللي انا قلت لكم عليها اللي هي التخينه ديت بتاعت المكرونه، انا بحب اكلها جنب المكرونه جدا. وطبعا كميه البطاطس بقى اللي انت الصوابع اللي انت هتخزنيها ديت حسب احتياجك. ولو حبيتي تملي الكيس وعارفه ان هو كتير عليكم عادي مفيش اي مشكله، كده كده هي مش هتلزق خلاص في بعضها لانها متلجه. هتحطها في التلاجة وتبدأي بقى تسحبي كده كل شوية كده على حسب احتياجك. هتقليه والباقي بقى ايه هتعينيه. مفيش مشكلة ترجعي تاني. وبتتقلي على فكرة وهي متلجة مش بتسيبيها تفك. كل الكمية ما شاء الله طلعت معايا كمية محترمة برضو. وديوت الطبق اللي انا هقليه دلوقتي. سايباه كده على جنب علشان احمره واشوف كده ايه الاخبار، عامله ايه البطاطس البوم فريت زي اللي احنا بنشتريها بره ولا لا. بصراحه يا جماعه طلعت اختراع. هوريكم ما شاء الله انا حمرته طلع في منتهى الجمال. ودي معايا اهوت شفت ما شاء الله عامله ازاي. اهم حاجه تروحي تجيبي بطاطس تحمير من واحده انت واثقه فيها،
ما تضحكش عليكي وكده. بصوا عامله ازاي، مفرغه من جوه ومن بره، مقرمشه قوي بجد، طعمها فظيع. الولاد بقى عملوها جنب، حطوا كاتشب كده على مايونيز كده، بجد عجبتهم قوي قوي قوي، شكروا فيها جدا بامانه. انا عايزاكم تجربوها، فرصه والبطاطس رخيصه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك. بعد اذنكم، مع الف سلامه.